تعال أقول لك ببساطة إيه هو دورك كتمريض في أي مستشفى أو مؤسسة صحية أو أي مستوصف. أول حاجة يا صديقي، أول ما المريض بيدخل المستشفى بيدخل على قسم الاستقبال. بيدخل على قسم الاستقبال، بياخد منه بيانات الاسم والسن والعمر. بعد كده بيخش على غرفة قياس العلامات الحيوية. بيبتدي الممرض هنا ياخد العلامات الحيوية، وهي الضغط والنبض والأكسجين والحرارة ومعدل التنفس، وياخد الوزن والطول. وبعد ما بياخد العلامات الحيويه الفيتال ساينس كلها، بيبتدي يدخل المريض للدكتور. والدكتور بالتالي بيبتدي يشخص العيان بناء على مجموعه من التحاليل ومجموعه من الاشاعات اللي بيطلبها للمريض. وبعد ما المريض مع الدكتور بيطلب الاشاعات، بناخد المريض على قسم الراديولوجي الاشعه ونبتدي نعمل له الاشعه المطلوبه. وبعد كده بناخده على قسم التحاليل ونعمل له التحاليل المطلوبه. وبعد كده بنعرض التحاليل والاشاعات على الدكتور مره ثانيه، وبيبتدي الدكتور يشخص المريض من خلال الاشاعات والتحاليل. وبعد ما الدكتور بيشخص